السلام عليكم المنورات ديال البودكاست. كون انتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في حلقه جديده. كاينه واحد المقوله كتقول a woman who thinks she's beautiful is the most beautiful، بمعنى ان المراه اللي كتآمن وكتعتقد باللي هي زوينه هي المراه الاكثر جمال. ديجا درت لكم حلقات ودرت لكم على المعنى الحقيقي ديال الجمال، وكنت قلت لكم بلي الجمال الحقيقي كينبع من الداخل، هو طاقه كتنبع من الداخل وما عنده حتى شي علاقه بالمظهر. اكيد اذا كنتم متبعيني من الاول عارفيني بلي انا سوي بوغ ان المراه تهتم بالجمال ديالها، بالمظهر ديالها، بالصحه ديالها، ولكن ماشي حيت المجتمع كيقول ليها بلي المظهر ديالك او الجسد ديالك او الشكل ديالك هو المعيار ديال الجمال. لا، كنقولها باش انتي تحسي براسك مرتاحه، باش انتي تحسي براسك من الداخل مرتاحه، لان كل ما كنتي مرتاحه من الداخل كل ما حسيتي بالجمال ديالك اكثر. المعنى ديال هذه الفكره او لا، المعنى ديال هذه المقوله اللي هي معروفه جدا، ما عرفتش شكون اللي قالها بالضبط، مي راه معروفه في السوشيال ميديا، هي ان المراه اللي كتآمن بالجمال ديالها، اللي كتحس بالجمال ديالها، واللي فعلا كتحس براسها زوينه، وهذه اكيد كتبغي عمل داخلي، كتبغي تشافي، كتبغي انك ديجا تكوني كتشوفي الجمال ديالك، ديجا تكوني خدمتي على حب الذات ديالك، خدمتي على الطاقه الانثويه ديالك، واللي هما دائما كنهضر عليهم دائما وابدا. فملي كتبداي تحسي بالجمال ديالك وكتبدا داك الجمال كينبع من الداخل ديالك، فراكي كتكوني من اجمل النساء، والناس كلهم كيردوا لك البال. ولكن للأسف المجتمع والسوشيال ميديا حطت معايير الجمال اللي حدات من الجمال ديال المرأة. فكاينين بنات ونساء اللي بقوة ما كيتبعوا السوشيال ميديا وكيتبعوا المعايير ديال المجتمع، وما كيلقاوش راسهم في دوك المعايير، كيسحب ليهم باللي هما ما زويناتش، باللي هما راه ماشي جميلات، وهذا الشيء كيحسسهم بالضعف، وكيحسسهم باللي ما كاينش اللي غيديها فيهم، وكيحسسهم باللي هما ناقصات. الوغ كو فايت قلتها وغنعاود نقولها لكم، هادوك معايير حطهم مجتمع، يعني حطوهم ناس بحالك بحالهم، فاقوا واحد النهار وقالوا حقا اجي نحطوا معايير ديال المجتمع، اجي نحطوا معايير ديال الجمال بلوتو باش نضعفوا من المرأة. لان شنقولوا هاد الشيء ديال المعايير اللي تحطات الغرض ديالها هي انها تضعف من المرأة، لان المرأة ملي كتكون قوية، المرأة ملي كتحس بالجمال ديالها ما يمكنش توقفيها، لان تالمو كتحس بالقوة ديالها، بالجمال ديالها، طاقة الابداع كتفعل في الداخل ديالها، فكتقدر تخلق شحال من حاجة وكتولي عندها واحد القوة كبيرة. فهاد الشيء علاش ناضوا ناس داروا معايير ديال الجمال، ولات المرأة كتقارن راسها بنساء اخريات، ولات المرأة كتلقى راسها الا ما دخلتش في دوك المعايير فكتحس براسها ناقصه، وهذا الشيء اللي ضعف المرأة، وهذا الشيء اللي خلاها ضعيفة. ولكن انا هنا باش نقول لكم باللي راه الجمال الحقيقي كاين من الداخل. الا سمعتوا بالجاذبية الانثوية فراه عندها علاقة بالطاقة الانثوية ديالك اللي زرعها الله في الداخل ديالك، مهما يكون الشكل الخارجي ديالك. ما تنساوش وتذكروا بلي الجسد ديالك هو مركبة ديالك، هو المركبة ديالك في التجربة الأرضية. فبلاصة تبقاي تنتقديه وتشوفي العيوب اللي فيه وتبقاي تقارني راسك بنساء اخريات وتقولي علاش انا ما دخلش بدوك المعايير، اذا انا ما زويناش. تذكري باللي الجوهر الحقيقي ديالك في الداخل ديالك هو الطاقة الأنثوية ديالك اللي هي مصدر الجمال الحقيقي. فإلا خدمتي وفعلتي الطاقة الأنثوية ديالك مهما يكون الشكل ديالك، كنعاود نقولها، انا ما كايناش شي حاجه سميتها امراه ما زويناش او لا امراه ما جميلاش. كل وحده فيكم، كل امراه، كل بنت عندها الجمال الخاص بها. كل وحده فيكم كاينه طاقه انثويه في الداخل ديالها، الا عرفت تتصل بها، الا عرفت تفعلها، فراه غتكون اجمل مراه، وغتلقى رجال غيشوفوها اجمل وحده في الكره الارضيه. انا ما شنقولوا ما كنبالغش، مي هذه هي الصراحه. راه كل راجل عنده الذوق ديالو، كيف ما كنقولوا راه ماشي كل الرجال كامل كيبغيو
نفس الحاجه، او لا عندهم معيار ديال الجمال. راه هاد المعايير كاينه فقط عندنا حنا كنساء لاننا تبرمجنا عليها. فغنعاود نقول المراه اللي كتامن باللي هي جميله، باللي وكتحس براسها بهذا الجمال وكتهتم براسها، كتخدم على حب الذات ديالها وكتفعل الطاقه الانثويه ديالها، والله العظيم الا كتكون اجمل وحده في نظر الرجال. شنو معنى الثقه في النفس عند الرجال؟ بمعنى ثقه في النفس عند المراه، يعني المراه بالنسبه لها ملي كتكون واثقه في راسها كيعني انها ناجحه، كيعني انها حققت الاهداف ديالها، كيعني انها انجزت شي حاجه. ولكن بالنسبة للرجل، المرأة الواثقة هي المرأة اللي عايشة الحقيقة ديالها، اللي كتعبر على الحقيقة ديالها وعلى الرغبات ديالها بكل صدق بلا ما تخاف. هذه هي المرأة الواثقة بالنسبة للراجل. راه التعريف ديال الثقة في النفس مختلف من مرأة لراجل. المرأة إلا قلتي ليها شنو الثقة بالنسبة لك، كيفاش غتولي ثقة في راسك، كتقول لك بغيت ننجز، بغيت نحقق هذه ونحقق هذه وتكون عندي هذه إلى آخره، يعني عندها كلها علاقة بالإنجاز. alors que المرأة الواثقة بالنسبة للراجل هي المرأة اللي كتكون قادرة تعيش الحقيقة ديالها، كتشوف الجمال ديالها، كتعبر على الرغبات ديالها بدون خوف، يعني كتكون حقيقية. هذه هي المرأة الواثقة بالنسبة للراجل، سواء نعرفها وعى بها ولا ما وعاش بها. هذه القضية كاينة في لانكونسيون ديال الرجال. راه ما يمكنش تشوفي الراجل كيفاش كيعامل المرأة اللي كتكون عايشه الحقيقه ديالها، حاسه بالجمال ديالها، ما كتحس بحتى شي نقص، ما كتعبر على الرغبات ديالها، كتعبر على الراي ديالها، كتعيش في اللحظه. وكيفاش كيعامل المراه اللي باغا غير ترضيه، واللي باغا غير تبين ليه بلي انا زوينه، وتبين ليه بلي انا واثقه من راسي، وتبين ليه انا درت وفعلت. لا، فرق كبير جدا. الراجل بطبيعته كينجذب للمرأة اللي عايشة الحقيقة ديالها، اللي ما كتسوق لتا شي واحد، بمعنى ما كتحاول تبين ليه حتى شي حاجة، ما كتحاول تنقولوا دير ليه حتى شي حاجة، او لانها ترضيه، او لانها دير ماسك على قبله نهائيا. الرجال بصفة خاصة والناس بصفة عامة كينجذبوا للمرأة اللي عايشة الحقيقة ديالها، اللي طبيعية، اللي كتعبر على الحقيقه ديالها وعلى الراي ديالها بلا ما تخاف من داك الانسان يمشي او لا يبقى، او لانه يقول عليها شي حاجه، او لانه يشوف عليها نظره. نهائيا متصالحه مع الحقيقه ديالها. وهذا هو الغرض ديالي من هذا البودكاست، هي انك توصلي لواحد المرحله انك تعيشي الحقيقه ديالك كيف ما انت، بلا خوف، بلا ماسكات، بلا حتى شي حاجه، لان هذه هي الميزه ديالك. هادشي باش ميزك الله سبحانه وتعالى. وكما كنعاود نقولها، راه غتشوفي غيكونوا الرجال دايرين بيك، غديري مقارنات، غتشوفي باللي العيالات المراوات العيالات او النساء والبنات اللي كيحاولوا انهم يثبتوا شي حاجه للطرف الاخر، انهم يديروا شي حاجه للطرف الاخر، بحال كيقولوا انا شوفني. هاد النوع ما عمرهم تيجذبوا رجال صحيين، وما عمرهم تيلقاو الانتباه كيف ما المرأة اللي ما كتسوقت. she doesn't care، كتلقاها عايشة الحياة ديالها، مستمتعة، كتعبر على الرأي ديالها. إلا جلسات مع راجل كتعرف تكون هي بحقيقتها، ما كديرش شي ماسك، لأن ما كتسناش أنها تعجبه. لا، أنا هكا دايرة، هكا شخصيتي، تقبلتيني، عجبت كيف ما أنا بالأفكار ديالي، بشخصيتي، بالرغبات ديالي، سي بون. ما عجبتكش الله يعاون، سيمبل، يعني حاجه عاديه. ما كتحاولش انها تحكم في داك الشخص اللي قدامها وتخليه معاها او لا تعجبه. لا، الشخص المناسب راه ما غتحتاجيش ديري شي حاجه على قبله، ما غتحتاجيش انك ديري ماسك على قبله، ما غتحتاجيش تبتي ليه حتى شي حاجه نهائيا. الشخص المناسب ليك غيبغي كيف ما انت، بطبيعتك، بالحقيقه ديالك، وغيحترم فيك هذا الشيء، وحتى هو غادي تعطيه الاذن انه يكون على حقيقته، بلا ما يدير حتى شي ماسك، بلا ما يعقد. ما عرفتش علاش كنعقدوا الحياه، علاش كنبقاو نعقدوا الحياه ونعقدوا العلاقات ديالنا. شي كيبغي يبين شي لشي، شي باغي يعجب شي، الوغ كو كل ما عشتي الحقيقه ديالك بدون مجهود، بدون تصنع. اكيد انا كنقول لكم، كاين اللي غيسمع هاد الهضره عاوتاني غتقول لك ما نتسوقش الجسد ديالي والمظهر. ما قلتلكش ما تسوقيش، قلت لك تقبلي الجسد ديالك كيف ما هو، خدمي عليه كيف ما هو، لبسي الحوايج اللي كيعجبوك،
لي كولور اللي كيعجبوك، اهتمي بالمظهر ديالك، بالجسد ديالك، بالسبور ديالك، بالماكله ديالك. هادو البيزكس، هادو ما عندهم حتى شي علاقه بانك زوينه ولا خايبه او بانك عندك جسم مثالي. هادو خصهم يكونوا مهما يكون الشكل ديالك، مهما يكون الجسد اللي عندك. الى اصلا باغا تكوني في صحه جيده، يعني تهلاي في الصحه ديالك، في الماكله ديالك، في لابو ديالك، هادي ما كنهضروش عليها. انا كنهضر على النساء اللي عندهم عقد مع الجسد ديالهم، لا خصني نقص من هنا، لا خصني نزيد من هنا. والله العظيم والله العظيم كنشوف نساء اللي عندهم وزن زائد وما مشكلش ليهم عقده، كتحسي بداك الجمال ديالها. البارح نيت شفتها، كنت كنتفرج في واحد في لا فيديو في يوتيوب، واحد البنت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله منوره، الجمال الداخلي ديالها منعكس على الخارج، مع انها الا شفتيها غتقولي زايده في الوزن، لا غليظه، لا كيفاش، وعندها الكرش. الوغ كو والله العظيم الا انا بقيت كنشوف فيها قوه الجمال ديالها ما شاء الله، ولكن كتحسي بها متصالحه مع ذاتها، كتحسي براسها، كتحسي بها مفعله الطاقه الانثويه ديالها، حابه ذاتها وكتحس براسها زوينه. وهذا الشيء اللي خلاني انا نشوف داك الجمال ديالها. مهما يكون الشكل ديالها كنشوف الطاقه ديالها، الانرجي ديالها، فكتقعين في حبها. فعستاك راجل، واش فهمتوني؟ هادشي اللي بغيت نقول لكم، راه مهما يكون الجسد ديالك، مهما يكون الوزن ديالك، عندك الكرش ما عندك الكرش، الا انت حسيتي بالجمال ديالك واللي هو طاقه من الداخل، غنعاود نقولها تدخل لكم للراس. الجمال طاقه كتنبع من الداخل ماشي من الخارج. هاد القضيه ديال الخارج او الجسد، المظهر، هادو معايير حطهم المجتمع وترسخوا في الذهن ديالنا، ولا الهاجس ديال كل مرأة هي انها يكون عندها جسد مثالي. وهذا الشيء اللي كيخلي الناس، نساء، كيبقاو غاديين من عمليه تجميل لعمليه تجميل، من عمليه تجميل لعمليه تجميل، وما مرتاحينش، ما عمرها كتكون ساتيسفات بالشكل ديالها، لان ما عمره كان هذا هو الاساس نهائيا. فبغيتك من اليوم انت تحطي المعايير ديالك، بمعنى تحرري وتخلصي من دوك المعايير اللي حطهم المجتمع، باللي المرأة خص يكون عندها هذا الشكل باش تكون زوينه، خص يكون عندها هاد العينين، خص تكون كدير هكا، خص تكون كدير هكا. تحرري من هذا الشيء كامل وحطي المعايير خاصه بك، معايير ديال الجمال خاصه بك. نعطيكم اكزامبل. مثلا انا من المعايير ديال الجمال اللي عندي هي انني نحس براسي مرتاحه، نحس براسي فرحانه، مبتسمه، عندي طاقه ايجابيه. هذا معيار من معايير الجمال ديالي، فكندير اي حاجه باش تبقى عندي هذه الطاقه. مثلا كندير دي زاكتيفيتي بحال اللي كنعرف، اللي نتوما راكم عارفيني، كندير الميديتاسيون، كندير اليوغا، الصباحات كيكونوا ديالي كنفطر بهم على بشويه عليا، كنكون حاضره في الفطور ديالي، عندي الامتنان، كنمشي للطبيعه، كندير الرقص. هادو الحوايج اللي كيخليوني فرحانه، ناشطه، عندي طاقه ايجابيه، كنحس براسي ملكه جمال العالم، رغم انني ما كندخلش ربما في المعايير اللي حط المجتمع، ولكن هذا المعيار انا حطيته لراسي. معيار اخر هو انني نبعد على الطاقه السلبيه. انا دائما كنبغي تكون طاقتي ايجابيه، كنبغي نعطي الحب للناس، كنبغي نكون الهام للناس الاخرين، بلاصه ما نكون مصدر كآبه او لا مصدر تشتت. هادشي ما كيمنعش او ما كيعنيش بلي انا ما كيكونش عندي فترات اللي كتكون الانرجي ديالي نازله عادي، ولكن كيكونوا مراحل كيكونوا باينين، سواء في الفتره ديال العاده الشهريه كيكون، ولا في المهم كاين شي اوقات اللي كتكون الانرجي هابطه، مي مع ذلك كنكون متفائله وكنكون حاسه من الداخل ديالي مرتاحه. هذا معايير الجمال. من معايير الجمال كذلك هي ان الجسد ديالي يكون في صحه جيده، فكندير السبور ديالي، كنطيب في الدار، كناكل مزيان، كناكل اكل صحي، كنبقاش ناكل تخربيق. هادشي ما كيمنعش بلي انا ما كناكلش مره شي حاجه اللي في الزنقه، بيان سور، مي الاصل ولا باز 90% تيكون في الظهر. هادو معايير جمال. فكل ما خدمت هادشي كل ما حسيت براسي زوينه، وكل ما حسيت براسي مرتاحه. كذلك من معايير الجمال اللي عندي انا هي انني نلبس الحوايج اللي كيعجبوني انا، الالوان اللي كيعجبوني، اللي كنحس براسي فيهم مرتاحه، واخا يكونوا متابعينش الطوندونس او لا متابعينش المعيار اللي حطوا المجتمع، بلا تلبسي هذه مع هذه نو.
انا كنسمع الجسد ديالي وكنشوف الثوب اللي كنحس به، الثوب اللي كنحس بالملمس ديالو على الجسد ديالي مريح، كنحس براسي فيه مرتاحه كونفورطابل. هذا معيار من معايير الجمال. فكل ما كنت محافظه على هذه المعايير كل ما حسيت براسي جميله، كل ما هذا الشيء انعكس على المظهر ديالي. وكنعاود نقولها والله العظيم، راه الجمال الداخلي هو اللي كيجذب لك الناس. طاقتك الانثويه ملي كتكوني حاضره انثى متصله بالانوثه ديالك، بالطاقه الانثويه ديالك، حاسه براسك فرحانه، حاسه براسك مرتاحه. وهذا الشيء ما كيحتاج ان يكون عندك شي حاجه باش تكوني فرحانه. راه علاش كتربطوا السعاده ديالكم بالمال اولا بظروف يكونوا مقادين اولا بشي حاجه تكون عندك؟ السعاده راه كتجي من الداخل، اي شعور ايجابي راه كيجي من الداخل. مهما تكون البلاصه اللي عايشه فيها اولا الحاله الماديه ديالك، اكيد غادي تخدمي وتحسني وديري السعي ديالك. راه ما يمكنش ديري السعي وتحسني الوضعيه ديالك وانت باقا كتشكاي وانت باقا حاسه براسك ما زويناش وحاسه براسك ناقصه وحاسه براسك محتاجه شي حاجه. لا، كنبداو من الداخل وهذا الشيء كينعكس على الخارج. فنتمنى تفهموا هذه القضيه ديال ان المراه اللي كتامن باللي هي جميله هي المراه الأجمل. كما كنقولوا هي المرأة اللي فعلا الناس كيحسوا بالجمال ديالها، وهذه ما عندها حتى شي علاقة بالشكل نهائيا. فهذه هي الرسالة اللي بغيت نوصل لكم في الحلقة ديال اليوم. كنبغيكم بزاف، واكيد الا عندكم تساؤلات او مواضيع بغيتوا نناقشها خليوها لي في لي كومونتير. غنخلي لكم كذلك رابط التليجرام، مرحبا باي وحده. وكذلك الا كنتي مستعده انك تستثمري في راسك وتحجي استشاره فمرحبا بكم. غنخلي لكم رابط الواتساب، ونتلاقاو ان شاء الله في رساله اخرى من بودكاست كوننتي.